اخواتي حبايب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده اخواتي كالعاده رجعت لكم بشرح جديد بفلتر الايفون 14 للاندرويد. اكتر فلتر اتطلب مني الفتره اللي فاتت. حرفيا يا صاحبي الفلتر ده هيمشي عندك على صور كتير قوي لو متصوره في اي مكان. الفلتر ده جامد جدا، الفلتر ده متعوب عليه يا جدعان، وانا عايز اقول لك ان الفيديو ده اخد مني وقت تصوير وعملنا الفلتر اخد وقت كتير قوي. فانت هتسمع الفيديو 8 دقايق بس، يعني مش كتير والله العظيم. قبل اي حاجه بشكر اخواتي على تعليقاتهم الجميله دي، ولو انت عايز تعليقك يظهر الفيديو اللي جاي انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو واعمل تعليق وان شاء الله يظهر الفيديو اللي جاي. فلتر النهارده اخواتي جامد جدا، اعلمك ازاي تعمله على صورك وبطريقه سهله جدا. انت معاك طريقتين ممكن تعمل معايا بيهم الفلتر. اول طريقه اللي انت ممكن تحمل الفلتر ده جاهز، وطبعا بتسمع معايا الفيديو عشان تعرف ايه الباسورد. وانت عامله الباسورد ليه؟ انا بقول لك يا صاحبي انا تعبان في الفلتر ده ومش اي حد بينزل الفلاتر دي، يعني في ناس بص انا مش عايز اتكلم والله. وتاني طريقه معانا اللي انت ممكن تعمل الفلتر ده بالدرجات، يعني انا اشرح دلوقتي الدرجات معاك، تفتح برنامج اللايت روم وتعمل الدرجات اللي انا عاملها. الفلتر جامد جدا ما يفوتكش. تابعوا معايا الشرح البسيط ده وانتظروا الفيديوهات اللي جايه. يلا بينا. Everybody make some TikTok. في بداية الفيديو كده يا صاحبي عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزك تركز معايا في الفيديو لأن طريقة عمل الفلتر سهلة جدا. وقبل أي حاجة يا رجالة، الناس اللي كانت بتطلب مني الفلتر الأبيض، تعالى بس أوريكم نبذة بسيطة خالص. بص يا صاحبي الصورة قبل زي ما أنت شايف وبعد بالفلتر الأبيض. لا تعالى نشوف صورة تانية، وليكن مثلا كده الصورة دي من قريب. بص يا رجاله قبل وبعد. ده الفلتر الابيض يعني اللي مش مدوخ، يعني مدوخ مصر كلها. تمام، الفلتر اللي مدوخ مصر كلها ينزل على قناتي ان شاء الله الفيديو اللي جاي. فعايزك كده تنزل دلوقتي تفعل الجرس بتاع القناه تعمله الكل عشان اول ما ينزل يوصل لك اشعار. فلتر جامد جدا يا صاحبي ما يفوتكش. المهم بقى شرحنا النهارده رجاله هيكون عن فلتر الايفون. طبعا احنا عندنا فلتر سينمائي تاني بس مش عايزين نحرق الفلاتر فخليها في وقتها. تمام، المهم عندنا النهارده فلتر الايفون ده صاحبي جامد جدا جدا. اي صوره عندك الفلتر ده يمشي عليها. انت عارف يعني ايه فلتر ايفون 14؟ بص الصوره قبل يا صاحبي وبعد الايديت، ظبط لك الالوان، ظبط لك الريتاج بتاع الوجه بتاعك. لو جبنا مثلا صوره تانية، تعالى كده مثلا الصوره دي، هيخلينا في الصوره دي عشان كانت ضلمه قوي. بص يا رجاله الصوره قبل وبعد الفلتر، اعطاك الالوان جامده قوي، يعني الوان هاديه كده وجامده في الصوره. طيب ازاي نعمل الفلتر ده؟ زي ما قلت لك في بدايه الفيديو اسمع معايا الشرح كامل عشان تعرف الباسورد وتحمله جاهز. حاجه تانية اللي انت ممكن تعمله معايا بالدرجات. ازاي؟ هتفتح صوره دلوقتي عندك على برنامج اللايت روم وتعمل معايا الدرجات اللي انا عاملها دلوقتي. اول حاجه اعملها يا رجاله ادخل على اللايت اللي هي الاضاءه. طبعا انت لو تعمل معايا بالدرجات افتح بقى اللايت روم عندك. وملحوظه يا رجاله لو انت عملت معايا بالدرجات كده افضل بكتير ما تحمله جاهز. تمام يا رجاله؟ تمام. اول حاجه يا رجاله في الاضاءه هتعملها 0.10، الكونتراست هتعملها -4، الهايلايت يا صاحبي هتعمله -57، الشادو هتعمله 55، الويدث هتعمله -79، البلاكس هتعملها 19. تمام. لو جينا كده على الكيرف مع بعض، انا لعبت في اللون الابيض بس، يعني الاربع نقط دول هتعملهم في اللون الابيض، لكن الالوان دي مش هتعمل فيها اي حاجه، هو اللون الابيض بس هتعمل الاربع نقط دول. ممكن تاخدها سكرين شوت وتعملها معايا. طيب كل عليك بقى دلوقتي هتضغط على كلمه دون. اول ما تضغط عليها نيجي على درجه الحراره، الالوان بتاعه الصوره بتاعتنا. التمب يا صاحبي هتعملها 6 زي ما انت شايف، التنت هتعملها 2، تالت واحده معانا هتعملها 16، اخر واحده اللي هي الساتوريشن هتعملها 2. تمام، دي درجه الحراره الالوان بتاعه الصوره بتاعتنا. كل علينا نيجي على الثلاث دايرات دول يا رجاله اللي جنب بعض. ركز معايا اعمل ايه هنا. هايو هتعملها 239، الساتوريشن هتعملها 10، الليمونس هتعملها -25، البلندج هتعملها 100، البلانس هتعملها 21. تمام اخواتي؟ تمام. سيب بقى اللون اللي في النص دوت وهتيجي على اللون الاخير. هتيجي على الهايو هتعملها 232، الساتوريشن هتعملها 32، الليمونس هتعملها 0، البلندج والبلانس احنا عملناه في الاول خلاص. طيب كل عليك بقى صاحبك تضغط على كلمه دن بالشكل ده كده، واول باسورد يا رجاله من الفلتر هيكون 85. تمام اخواتي؟ تمام. كل علينا دلوقتي نيجي على الميكس. ركز معاه بقى عشان الميكس دي مهمه جدا جدا. اول لونين في الميكس دول يا رجاله بيعتمدوا على البشره بتاعت الصوره بتاعتك اللي هو الوجه وكده. اول حاجه اللي هو عملتها لك -8، الساتوريشن عملتها لك 25، الليمونوس عملتها لك 4، اللون اللي بعده الهايو هتعملها -23، الساتوريشن هتعملها -15، الليمونوس هتعملها 9. بص يا صاحبي انت لو عليت في الليمونوس اللي تحت كده هتلاقي بص الوجه بيبيض معاك زي ما انت شايف، واخد بالك؟ بص لو قللت يعني تمام، فعشان بس ايه ملحوظه الناس تعرف بس. طيب هتعمله لحد 23 كده هيبقى تمام معاك. هنيجي على اللون الاصفر مع بعض، هتعمل الهايو 39،
الساتوريشن سالب 58، الليمونس هتعملها 24. طبعا ده لون الشجر اللي وراه تمام، واللون الاخضر ده برضو لون الشجر اللي وراه. فانا بقول لك كمل معاه بالدرجات عشان تعرف الالوان بتاعت ايه تمام، مش اكتر يعني. كل اللي عليك بقى بتعمل انال هاي 100، الساتوريشن هتعملها سالب 34، الليمونس هتعملها سالب 70. اللون اللي بعد اخواتي الهاي هتعملها سالب 39، الساتوريشن هتعملها 66، الليمونس هتعملها 20. اللون الازرق اخواتي الهاي هتعملها سالب 1، الساتوريشن هتعملها سالب 23، الليمونس هتعملها سالب 21. اللون اللي بعده مع بعض كده الهاي هتعملها 0، الساتوريشن هتعملها سالب 98، الليمونس هتعملها 0. اخر لون معانا صاحبي الهاي هتعملها 0، الساتوريشن هتعملها سالب 100، الليمونس هتعملها 0. كل اللي عليك تضغط على كلمة done بالشكل ده كده، ونيجي على الأداة اللي تحت. ركز معايا، أول واحدة فوق هتعملها 15، تاني واحدة هتعملها 6، تالت واحدة معايا هتعملها 15، رابع واحدة رجالة هتعملها سالب 10 تمام. الاتنين اللي تحت دول 50 60 هتلاقيهم معمولين لوحدهم. هنيجي على المثلث دوت رجالة اللي هو مهم جدا برضو معانا في الفلتر. أول واحدة فوق هتعملها 20، تاني واحدة هتلاقيها اتعملت لوحدها طبعا، الديتول هتعملها 25، اللي تحتها تكون 40 معمولة لوحدها، النويز هتعملها 17. وطبعا النويز دي اللي بتعمل لك تنعيم في الصورة وكده، يعني انت لو زودت النويز كده بص هتلاقي الصورة نعمت معاك خالص بمعنى الكلمة زي ما انتوا شايفين كده. بس يعني لما بتزودها خالص بتلاقي الجودة ضاعت بمعنى الكلمة. فلحد 24 ما تخليهاش تزيد عن 30 تمام. زي ما انتوا شايفين كده اخواتي، انت لو عملت معاه الفلتر بالدرجات الصورة بتاعتك هتكون قبل بالشكل ده كده، وبعد الفلتر بالشكل الجمدان ده. طيب انا دلوقتي عايز احمل الفلتر ده جاهز، اعمل ايه؟ وسمحت معاك الفيديو وعرفت الباسورد المكون من 4 ارقام مش رقمين بس، عشان في ناس بتعرف رقمين وبتروح تكتبهم تقول الباسورد غلط. يا جدعان الباسورد مكون من 4 ارقام، وانا قلت رقمين واتفضل رقمين تمام. كل اللي عليك بقى بيكون في لينك في الوصف بتنزل تحمله. يعني اول ما تدخل على اللينك كده صاحبي بيجيب لك كلمة داونلود DNG، هتضغط على كلمة داونلود DNG، اقول لك اكتب الباسورد. هتكتب الباسورد يا صاحبي اللي انا بقوله بصوت وانا بشرح، اللي هو مكون من 4 ارقام، وملحوظة كمان هتكتبه بالانجليزي. بعد ما تكتبه وتضغط على كلمة داونلود هينزل معاك صورة زي دي كده صاحبي على التليفون، صورة زي دي كده. طيب بعد ما تنزل اعمل فيها ايه؟ هتعمل لها مشاركة لبرنامج لايت روم، اللي انت تضيف الصورة لبرنامج لايت روم. وازاي بقى تحفظ الفلتر للبرنامج؟ بعد ما تعمل لهم مشاركة هتدخل على زي ما انا داخل كده بالظبط، وبعدين هتضغط على ال3 نقط دول وتضغط على كلمة كيرت بريسيت، وتكتب هنا مثلا ايه بريسيت الايفون تمام لو انت عايز تحفظه، وبعدين هتضغط على علامة الصح دي كده. طيب لو انا عايز اخد بقى الفلتر على طول من غير ما احفظه، هتضغط تاني على ال3 نقط دول وتضغط على كلمة كوبستينج وعلامة الصح دي كده. طبعا رجاله تاني باسورد معانا هيكون 25 تمام اخواتي. كده انا قلت اول باسورد وتاني باسورد. هنروح دلوقتي رجاله للصوره مثلا بتاعتك عشان تضيف عليها الفلتر، اشيل لكم من عليها الفلتر اهو. انت طبعا خدته من هنا كوبي، عشان تضيفه هنا هتعمل ايه؟ تضغط بقى على ال3 نقط دول، تضغط على كلمه باس ديستينج. زي ما انت شايف هتلاقي الفلتر اتضاف معاك وبضغطه واحده وبطريقه سهله جدا، وهيشتغل عندك على صور كتير قوي تمام اخواتي. انا كده شرحت لك ازاي تحمل الفلتر، شرحت لك ازاي تعمله على صورك بضغطه واحده، قلت لك الباسورد بصوت وانا بشرح، والفلتر جامد جدا هيمشي عندك على صور كتير. وان شاء الله الشرح اللي جاي يكون عن الفلتر الابيض. فكل اللي انا عايزه منك لو انت لسه جديد وما اشتركتش في القناه، تاكد ان انت اشتركت وعملت لايك الفيديو. سلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.